ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدينا ومستمعينا قناة جد في العارضة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، وهنعرف على ترتيب النادي الأهلي بعد الفوز على نادي إنبي في الجولة ال 12 من الدوري المصري بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف. أحرز الأهداف في البداية سعد سمير، وبعد جونيور أجاي، الشيخ وليد أزارو. حيث لعب الأهلي 8 مباريات، فاز في 7، اتعادل في 1، عليه 4 أهداف، له 19 هدف. في المركز الثاني برصيد 22 نقطة بعد الفوز على نادي إنبي، وليه 4 مباريات مؤجلة في الدوري بسبب لعبه في البطولة الإفريقية. بالتوفيق للنادي الأهلي في المباريات اللي جاية، وهو ناقصه بس إن لو فاز على 3-4 مباريات بالظبط أو مباراتين بالظبط هيكون متصدر الدوري المصري بفارق ما لا يقل عن 5 نقاط عن أقرب منافسين ليه، وهو نادي الإسماعيلي. في النهاية نتمنى منكم تعملنا لايك وشير على صفحاتكم، وتعملنا اشتراك على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.